بكم بعد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم بعد فترة طويلة من الغياب. حبايبي، اليوم حيكون موضوعي ضمن سلسلة من برنامج اسمه جودة الحياة. اليوم حتكلم عن لا تزعل من أخطائك. كل بني آدم يا حبايبي في دنيته لابد أنه يمر بأخطاء، مهما كان يعتقد بأنه هو بعيد عن أنه هو يخطئ. وبالتالي كثير من الأشخاص يتدمر لما يشوف هذا الهرمية حقته بأنه هو أخطأ فيها أو في أمر ما، وبالتالي هذه الهرمية تهتز وأحيانا ربما تنهار بشكل أو بآخر. ليش؟ لأنه هو كان يعتقد طوال عمره أنه هو شخص منزه عن أنه هو يخطئ. أنا أتكلم عن الأخطاء اللي ما كانت متوقعة أنه ممكن شخص يخطئها في حياته. أما الأخطاء العادية هذه فهي لمم، هذه أمور طبيعية، الإنسان كل يوم والتاني بيتعلم من أخطائه. أنا أتكلم على أخطاء محورية، أخطاء استراتيجية في حياة الإنسان ما كان يعتقد للحظة بأنه هو ممكن يقع أو يزلق في فعله أو في أمر ممكن أنه يهز حرميته. ومن ضمن مفهوم الأخطاء هي اتخاذ القرارات أحيانا اللي نستغرب انه انا كيف اتخذت هذا القرار، وكيف انا غلطت الغلطة هذه، وكيف انا ما احسنت البحث او التقصي، وكيف انه انا ما كان المفترض انه انا اقع في خطأ غبي زي هذا. وبالتالي تبدأ الملامة على هذه الهرمية من الاحساس بانه انا لوزر، انا فاشل، انا انسان ما احسنت القرار، وبالتالي ألوم نفسي، ومنها أنه قاعد أتحمل نتيجة ما أنا فعلته، ومنها كمان أرزخ تحت جلد الذات بشكل مباشر بأنه أنا أخطأت خطأ ما كان من المفترض أن أنا أغلطه. هنا مع شديد احترامي يجب أن تتوقف أو تتوقفي وتعيد حساباتك مرة ثانية، لأن العملية أبدا ما تتم بهذه الطريقة. أنت إنسان قابل جدا بأنك أنت ممكن تخطئ، وأنه هذا الخطأ هو سلمة عشان ترتقي إلى مصاف أعلى وأفضل في الفترة القادمة. يا عمي ما عاد بقي من العمر شيء، أنا عمري 45، أنا عمري 50، أنا عمري 60، معقول أغلط غلط زي ده؟ عادي جدا بأنه الإنسان يغلط، يتخذ قرار خاطئ، ثم يعيد ترتيب نفسه مرة ثانية بحيث أنه يبدأ من الصفر ضمن ما قد ارتقى به من معلومة أخيرة في الخطأ اللي تم معه مؤخرا. ما بالكم لو أنه شخص اتحسب عليه خطأ بأنه هو لم يفعل، هو ما فعل هذا الأمر، إنما اتحسب عليه خطأ بتهمة بأي ما كان من الأمور اتحسبت عليه أنه هو أخطأ. هذا الشخص حيتدمر. ليش؟ أولا مش هو صاحب القرار، أنا ما سويت ولا شيء، والأمر الآخر أنه أنا متهم بأنه أنا أخطأت على أي من مصاف الحياة أو الأمور اللي ممكن يواجهها الإنسان في يومه أو ليلته. إذا بالتالي هذا الشخص يرزخ تحت ألم مضاعف لأنه هو لم يفعل، لم يقرر، بينما راكب عليه أنه أنت عليك الخطأ. هذا عذابه عذاب مضاعف زي ما أنا قلت، وهذا يحتاج إلى لملمة ومساندة بتصديق كل من هم حوله فيما قد تم معه، ثم جلوسه مع نفسه في انه يعيد ترتيب افكاره بانه انا عجوفت، اكلت على دماغي، انحسبت علي، بس لازم اعدي، لازم اطلع من هذه الدائرة، بغض النظر عن القهر او الاحساس بالظلم او الاحساس بانه انا ما سويت وانا ما قررت وانا لا يمكن افعل هذه الفعل اللي انا متهم بها، فبالتالي العذاب حيكون اكبر. لذلك اليوم قبل بكرة اجلس مع نفسك، حسس ذاتك بأنك أنت في الآخر هي أمور من ضمن معتركات الحياة وما أكثرها، وهكذا هي الحياة، وهكذا هم البشر، ولن يتوقفوا عن أنهم في الآخر يحسبوا عليك أخطاء ويسقطوا عليك كل ما يريدونه منك غصبا عنك. أحبتي، عشان جودة الحياة لازم الإنسان أحيانا يحبط إلى القاع عشان يعرف how to struggle، كيف إنه يحارب مرة أخرى لكي يصعد
لأنه من غير الهبوط لا يمكن أنك تتلذذ بالصعود. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. كم من المواقف اللي مرت عليه، كم من التهم، كم من المقاتلة النفسية اللي حصلت معه، كم من أمور حاول أنه هو يتجاوزها بكيفما اتفق، وكان طبعا عمله في الله من قبل ومن بعد في كل أمر قد تم معه. إذن بالتالي اليوم إحنا نتعلم من هذا الرجل العظيم في انه قد ايش الانبياء والصالحين عانوا في حياتهم على المستوى الجسدي والنفسي، سواء كان على مستوى هرميتهم مكانتهم وقد ايش مكانتهم عظيمه، وبرضه اللي اتهم واللي انسجن واللي اتبهدل واللي تهجر واللي. اذا بالتالي احنا اليوم في وضع احسن من فضل الرحمن، ونحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا يكرمنا بها، ونذكر دائما بانه في الاخر هي معتركات حياه. ولكن لجودة الحياة لابد انه احنا نمر بهذه المعتركات وهذه المواقف وهذه الدوائر، وكيف نحارب عشان نخرج منها ونكمل مسيرتنا بقدر المولى عز وجل، دون ان يكون هناك قنوط من رحمة الله او انه الانسان يتشكك في قوته. وبالتالي يجب ان يستمر في عطائه وانتاجه بما كان عليه ضمن الابجريد اللي حصل بعد الموقف اللي تم معه. يعطيكم العافية، وهكذا هي جودة الحياة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.